وادعي بقى سواد السنين بمعلقه رز، بمعلقه رز واحده هحللك اكبر مشكله بتقابلك في حياتك. هاتي بقى كده معلقتين من الرز، اغسليهم وقلبيهم كويس قوي في نص كوبايه ميه واركنيهم على جنب. هنسيبهم لمده 3 ساعات، وبعد كده بتكون الرزايه معايا اتهرت بالشكل اللي انت شايفاه ده. بجيب الخلاط بتاعي وبنزل بالرز بالميه زي ما هو. عايزه اقولك هتبقي بيتا فله قشطه منوره. الماسك ده تحفه يا بنات. ضربتهم كويس قوي في الخلاط، بعد كده ابتديت ان انا اصفيهم بالمصفى الضيقه علشان لو في اي تكتلات من الرز تنزل. وتقدري كمان ان انت تعملي بيه سكراب، يعني تستخدميه تحطي له نص معلقه سكر وتستخدميه كسكراب مؤشر قبل الوصفه دي. بعد كده خدت بقى ميه الرز وحطيت عليها معلقه نشا وقلبتهم بالشكل ده، وهرفعهم على النار لحد ما القوام يجي معايا تقيل زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. على طول بقى هجيب الطاسه بتاعتي واروح ارفعه على النار وارجع اوريكم. شايفين هو ده القوام اللي احنا عايزينه. هنبتدي بقى ان احنا نحط معلقه من زيت جوز الهند او زيت اللوز المر اللي موجود